السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين في كل بيت في كل مكان، أهلا ومرحبا. حمزة عبد الكريم. حمزة عبد الكريم تألق في مباراة برشلونة وبرمنجهام وسجل هدفين تحت أعين هانس فليك، تحت أعين المدير الفني الكبير، وكمان مع لعيبة كبار، مع لعيبة برشلونة النجم المصري الصاعد الواعد تألق وسجل هدفين في برمنجهام. وخلاص حمزة عبد الكريم هيتألق ويمشي على خطى عمر مرموش ومحمد صلاح، وإن شاء الله يدغدغ الدنيا. حمزة عبد الكريم بيلعب مع مين؟ مع لامين يامال ومع جاف ومع كمان رافينيا ومع كوبارسي وكمان مع نجوم برشلونه حالهم كلهم. حمزة عبد الكريم نجم صاعد واعد، لاعب شاب، لاعب ان شاء الله يتألق ويكسر الدنيا في اوروبا باكملها، وان شاء الله يمشي على خطى محمد صلاح وعمر مرموش ويبقى يزيد واحد في منتخب مصر، وكمان يبقى افضل لاعب في منتخب مصر لان لسه لاعب صغير في السن، ولاعب ان شاء الله يعمل حاجه لمنتخب مصر ويبقى من احد نجوم منتخب مصر ومن احد هدافين منتخب مصر، لان منتخب هو مهاجم، ولحد دلوقتي المهاجمين في منتخب مصر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر اللي يقترب من تجديد لحد 2030، ومن ثم محمد صلاح اللاعب النجم المخضرم الكبير. وبالمناسبه محمد صلاح يقترب من فريق تركي وليس بكشتاش، فريق تركي وليس بكشتاش، لان بكشتاش المبلغ المادي اللي عطل الصفقه شويه بعد محمد صلاح ووكيل اعماله عاملين يعني في الفكره دي وما راضيينش يخلي محمد صلاح يروح باكستان، مش تقليل من باكستان التركي، لكن محمد صلاح عاوز يلعب في الدوريات الاوروبيه الكبرى مثل فرنسا، المانيا وايطاليا، ويروح فريق تركي يروح جلاتا سراي او طرابزونسبور، وطرابزونسبور عرض على محمد صلاح عرض عرض احتراف يعني وعرض رسمي، ويقترب محمد صلاح من العوده للدوري التركي، وهو ما راحش يعني الدوري التركي قبل كده، يقترب من الوجود في الدوري التركي. لعبه كبيره لعبت في الدوري التركي، منهم زيدان ومنهم كمان تريزيجيه، فمحمد صلاح اذا راح الدوري التركي دوري مشرف جدا ودوري كبير جدا. فحمزة عبد الكريم نقطه الحمد لله، حمزة عبد الكريم ان شاء الله يستمر ويكمل ويدغدغ الدنيا في دوري ابطال اوروبا مع برشلونه وتحت اعين هانس فليك. الحبتور طلع علينا بتصريحات كارثيه. الاماراتي الملياردير او المليونير بس ما بفلوسه يشتري نادي الزمالك. الزمالك ليس للبيع، جمهور الزمالك ده نادي جمهوري، الزمالك نادي جمهوري ما ينفعش يتباع. فالحبتور باع العرض قال لنادي الزمالك حسين لبيب، يخاف حسين لبيب يوافق بس رفض الحمد لله. حسين لبيب رفض هذا العرض، 3 مليار جنيه ويشتري الزمالك، 3 مليار جنيه ويشتريه، يعني يبقى تحت ايده. ليه؟ ده نادي الزمالك جمهور ما ينفعش تشتريه حبتور، والزمالك رفض هذه الفكره والنجوم القدامى رفض هذه الفكره والحمد لله تم رفضها. لان الاهلي شركه فودافون عشان ترعى الاهلي وتكتب اسمها على الاستاد دفعت للاهلي 20 مليار، انا مش جبهه 20 مليار، يعني انت اياك ما تتخيل عشان تكتب اسمها بس على النادي وعشان طلعوها 3 سنين الله اعلم يعني بسبب الحبتور ده مع 3 مليار قال واشتري الزمالك. لا انا اما الاقي الزمالك عند الزمالك يا حبيبي طول عمر كبير، يعني ما تعملش نفسك ان تستنى نادي الزمالك بفلوسك يا حبتور. لا يوجد اي نيه للزمالك لبيع اسم النادي حتى لو لبيع سهم من اسهم النادي الزمالك، لان الزمالك فريق كبير وبينافس على كل البطولات، والزمالك فريق قديم يعني من 7 العظماء الذي لم يهبط الى الدرجه الثانيه في العالم مع الاهلي المصري، ما فيش يعني تشتري الزمالك تحته. الاهلي كمان ورحيل محمد علي بن رمضان، محمد علي بن رمضان ورحيل عن الاهلي. محمد علي بن رمضان النجم التونسي اللي جه الاهلي وعمل وقلنا كلنا يعمل بروباجندا ويلعب ويتالق وده لاعب خط وسط نار مرعب، ما عملش اي حاجه، ما قدمش المستوى المطلوب منه مع الاهلي، واقترب من الرحيل الى فريق تونسي او فريق جزائري او فريق مغربي، اي فريق. الاهلي عاوز يتخلص من محمد علي بن رمضان للتعاقد مع صخره الدفاع تقترب من الاهلي او يقترب من الاهلي. علي يوسف النجم الليبي لاعب نانت الفرنسي يقترب من الاهلي، خلاص النجم الليبي علي يوسف يقترب من الاهلي، علي يوسف يقترب من الاهلي اذا رحل محمد علي بن رمضان. علي يوسف رمى الكره في ملعب الاهلي، قال يا محمد علي بن رمضان رحل قبل ما تقفل الانتقالات الصيفيه في مصر، انا اجي الاهلي وما عنديش اي طلب، ما عندوش اي طلب ان اي حد يتمنى يجي الاهلي بيلعب عملاق افريقيا بيلعب في كاس العالم للانديه. خلاص ادي القصه بتاعت محمد علي بن رمضان وبتاعت علي يوسف. علي يوسف مرتبط يجي الاهلي برحيل محمد علي بن رمضان. ليه؟ لان الاهلي عنده 5 اجانب وما ينفعش لو جه علي يوسف يبقى 6، ان علي يوسف فاق السن الليبي، هو لاعب صغير بس فاق السن،
مين هم الخمسه اللي عند الاهلي؟ سفيان بن جديده، منصف بكرار، وكمان اشرف بن شرقي، ويوسف بن عمرو، ومحمد علي بن رمضان. اذا راح محمد علي بن رمضان يبقى 4، يبقى علي يوسف الخامس. ليه؟ لان الاهلي يبقى عنده 5. تمام؟ لحد هنا خلاص. الاهلي خلاص عير جيرارد شور الى نادي سيراميكا كليوباترا. جيرارد شور خلاص راح على سبيل الاعاره الى سيراميكا كليوباترا لموسم سنه. جيرارد شور اتالق لما الاهلي فاز على بلافينا 7-1 سجل جنين، ولما الاهلي فاز على النصر سجل جنين. احد فرق القسم الثاني في الدوري المصري الممتاز في المباراه الوديتين. بس الاهلي ما ينفعش يخلي جيرارد شور تاني ان عنده 5 اجانب وتويهم مشتريهم جديد. فراح الى سيراميكا كليوباترا على سبيل الاعاره. ورضا سليم على سبيل الاعاره برضه الاهلي رفض التفريط في رضا سليم على سبيل الاعاره عند الجيش الملكي. فده على سبيل الاعاره وده على سبيل الاعاره، والاهلي اتخلص من اشرف داري وكمان راح فيان اليو ديانج راح لفالنسيا الاسباني. فكل الاهلي حاول يعمل الامور كلها وعملها. صداع عند عموته بسبب الدفاع، والدفاع خلاص لو اتى على يوسف يبقى ارتاحت حته الدفاع عند الاهلي. يبقى ياسر ابراهيم وياسر مرعي وهادي رياض وعلي يوسف. يبقى كل الاماكن متسكن عند الاهلي، وبدل الواحد 2 و3، وبيراميدز بدل الواحد 2 و3. الزمالك بس حته ان الزمالك محدش ايقاف القيد، ما جابش صفقات، عنده ازمه في حته الصفقات، يعني ان 3 فترات ايقاف قيد مش هيقدر يشتري الزمالك اي صفقه. فالزمالك كتر خيره والله يكون في عونه بسبب الازمه الماليه الطاحنه اللي عنده دي. نادي الزمالك والمباراه الوديه طلعت تقارير ان الزمالك هيواجه فريق قطري، السد القطري بالتحديد، في المباراه الوديه. تمام؟ السد القطري عرض على الزمالك لمقابلته في الدوحه يوم 16 اغسطس في المباراه الوديه، مباراه طابع رسمي. خلاص، زمالك بطل افريقيا، من احد اكبر فرق في افريقيا، وكمان السد القطري من احد اكبر الفرق في اسيا اللي طلع بالمناسبه الهلال السنه اللي عدت من دوري ابطال اسيا. عرض عليه بس ايه؟ التكلفه والطيران رايح جاي والفندق على السد. بس طلع حسين لبيب قال ايه؟ قال لا احنا طالبين فلوس، طلب $400,000. ليه حسين لبيب يطلب فلوس هو السد القطري عرض العرض ده على النادي الزمالك، بس حسين لبيب طلب فلوس، فالمفاوضات تقترب من الفشل، والسد القطري يقترب من التراجع عن هذه الفكره، ويجيب نادي غير الزمالك يلعب مع المباراه الوديه. والزمالك في الصوره لحد دلوقتي بسبب المقابل المادي يقترب من فشل المفاوضات، والهلال السد القطري يجيب نادي اخر يلعب معها المباراه الوديه في الدوحه. وكمان السد القطري والزمالك لو اتلعبت هتبقى مباراه للتاريخ. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.